السلام عليكم. النهارده بقى التتبيله القمر دي هعمل بيها احلى اكله كده على قد ايدينا وحلوه، بنخرج بره ناكلها بارقام كبيره، لكن في البيت بتبقى يعني على قد ايدينا، وبرده بتبقى اكله كده من اكلات العزومات والحاجات الحلوه دي. اول حاجه زي ما انتم شايفين حطيت علبه زبادي، او ممكن نص كوبايه رايب لو مش موجود الزبادي، او نص كوبايه حليب، اي حاجه من التلاته. وبعد كده بقى هنحط توم، والتوم ده بطل بقى النهارده معانا قوي جدا، لان احنا هنحطه بكميه كبيره، وهو ده اللي هيدي نكهه وطعم حاجه كده يعني جباره. هنحط 3 4 فصوص كبار كده، وهحط معلقه من الكمون، معلقه صغيره، بس اللي في ايدي دي صغيره قوي بتاعت ايس كريم فبحط منها مرتين، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من الفلفل الاسود. واللي بيميز الاكله دي بقى وتبقى زي بتاعت بره بالظبط حاجه اسمها الجرام مصالة، بنجيبها من عند العطار، هحط منها معلقه، لو مش موجوده خلاص مفيش مشكله، ممكن نحط مثلا معلقه من بهارات الفراخ. وهحط كمان معلقتين من البابريكا، وهو ده بقى اللي يديها اللون الاحمر الجميل اللي هنشوفه في اخر الفيديو. واحط معلقه ملح، وكمان نص ليمونه، بس نص ليمونه كبير كده او ليمونه صغيره. وهحط كمان معلقتين من الزيت، اي زيت نباتي عادي بس طعمه ما يكونش قوي، يعني زي زيت مثلا دوار الشمس. وهقلب بقى التتبيله الجباره دي مع بعض. عايزه اقول لكم التتبيله دي تحفه. وشايفين كمان اللون يا جماعه، لون احمر كده يجنن. المهم بعد كده بقى جبت 8 دبابيس، دي دبابيس فراخ، انا شايله الجلد، انا يا جماعه ما بحبش اعمل جلد الفراخ في اي حاجه الا لو هشويها في الفرن عشان ما تنشفش. بس انتوا لو بتحبوا جلد الفراخ مفيش مشكله، انا بصراحه ما بحبوش. المهم ان انا غسلتها ازاي بقى، عملت لها محلول النقع اللي انا عملته قبل كده في الفراخ المشويه، اللي هو جبت حوالي لترين ميه وحطيت فيهم ليمونه ومعلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقتين خل، ونقعتهم حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده شطفتهم تحت الميه الجاريه. ولو عايزين لحم الفراخ يبقى ابيض شويه ممكن تحطوا معلقتين دقيق وتدعكوها برده كويس قوي وبعدين تشطفوها. وهمسك بقى كل دبوس اعمل فيه يعني فتحتين كده بالسكينه، علشان لما احط فيه التتبيله وتقعد فيه فتره طويله يشرب منها كده ويبقى شكله حلو. ده غير انها لما بتستوي كمان بيبقى شكل بتاعت بره بالظبط. وهقلب بقى كويس قوي، عايزه التتبيله دي تدخل في كل حته. همسك كل دبوس كمان وفي الخطين اللي عملتهم بالسكينه هدخل فيه التتبيله. عايزه اقول لكم بقى التتبيله دي تجنن، طعم التوم مع الجرام مصالة مع الزبادي اللي هيطري الفراخ بيخلي الفراخ في حته تانية خالص. هي الفراخ دي اسمها فراخ تندوري، بناكلها بره طبعا، بس انا مش عارفه بصراحه اصلها ايه، يمكن يكون يمني عشان تندوري، مش عارفه بصراحه. اللي يعرف يعني يا ريت يقول لنا. وهحطها بقى في التتبيله دي ساعتين 3 طبعا لاني مستعجله، لكن انتوا لو مش مستعجلين ممكن تبيتوها من بالليل للصبح، او حتى 5 6 ساعات، يعني كل ما هتقعد في التتبيله دي كل ما يطلع طعمها احلى بكتير. وكده بقى عدى عليهم ساعتين في التلاجة، شكلهم قمر من قبل ما يستوي. هرصهم بقى في الصينيه. عايزه اقول لكم ان انا كنت عازمه عليهم ناس، يعني دي تعتبر كده من اكلات العزايم الجميله، وكانت اكتر حاجه اتاكلت واكتر حاجه كانت مميزه وكل سأل عليها التتبيله الفظيعه دي، هو طعم الفراخ جاي كده منين. وبعد ما رصيتهم لقيت شويه كده من التتبيله واقعين، هسيبهم؟ لا طبعا، حطيتهم كده على الوش برضو هيدوا طعم حلو ولون كمان. وبعد كده بقى هكمرهم كويس قوي باي ورقه فويل علشان احطهم في الفرن على درجه حراره من 200 ل 220، هيقعدوا حوالي ساعه الا ربع، او حسب حراره الفرن عندكم يعني لحد ما يستووا. بعد كده بقى هطلعهم. عايزه اوريكم بس القمر اللي في الصينيه ده، وشايفين كمان شويه الشوربه اللي واقعين تحت دول، ده لان طبعا كمرت الصينيه كويس جدا بالفويل. وبعد كده بقى رصيتهم في سيرفيس. عايزه اقول لكم انها اكله من الاكلات الحلوه قوي، سهله جدا وبسيطه، سريعه جدا، ممكن اي حد يعملها، يعني يا دوب يتبل مثلا الفراخ من بالليل ويحطها على طول تاني يوم مع شويه رز وطبق سلطه، وتبقى وجبه متكامله. يعني انتوا عودتوني لما تجربوا اي اكله من اكلاتي تقولوا لي عليها حلوه ولا مش حلوه، طلعت معاكم شكلها ايه. انا بقى مستنيه رايكم دلوقتي في الوصفه، وكمان لما تجربوها ان شاء الله. بس لو عجبتكم ما تنسوش تبعتوها لكل حبايبكم، وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في قلب التعليقات. والف هنا وشفا، والسلام عليكم.